الهلال يقدم صورة مشرفة للكرة السعودية والعربية في افتتاحية مبارياته في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية. الهلال يتعادل في أول مبارياته مع ريال مدريد الأسباني هدف لمثله. المباراة شهدت الكثير من الأحداث المثيرة واللحظات الصعبة والضغط البدني العالي والرفيع، والذي يعكس ما وصلت إليه المسابقات الكروية المحلية السعودية، التي أوصلت الأندية إلى قدرة لتحمل مثل هذا النوع من المباريات ذات العيار الثقيل. ياسين بونو الحارس الدولي المغربي وضع لمسته في اللحظات والثواني الأخيرة، وأعاد ذكرى ياسين بونو في كأس العالم 2022 في قطر في لحظة إيقاف الكرة ومنع تسجيل الهدف الثاني القاتل لريال مدريد. قال أحدهم: ولهذا أحضروا ياسين بونو إلى الهلال السعودي. نتيجة جيدة جدا كافتتاحية مباريات الهلال السعودي الذي ذهب إلى هذه البطولة وسط أجواء متشائمة من محبيه، نظرا لرغبتهم في مزيد من التعاقدات والتغيير الأخير الذي تم للمدرب. لكن فعلا قلنا في بداية مشاركة المغرب، قلنا ذهب وحيدا. هذه المرة نقول تفاءلوا بالهلال تجدوا 1-1 نتيجة الهلال وريال مدريد في افتتاحية مباريات المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية. نجم المباراة ياسين بونو مع وليد الخضير. ابو بدر، معي الان نجم المباراه الكابتن ياسين بونو. اول شيء يقول لك ايش الابداع هذا؟ ايش المباراه هذه؟ يعني صراحه بدعتوا. الحمد لله. المباراه ما كانتش سهله، الخصم كان قوي، لاعبين كبار، ولكن تكتيكيا لعبنا به كانت مستوى كبير. يعني عرفنا فوقاش نرجعوا لملعبنا ندافعوا، فوقاش نضغطوا. هي مباراه كبيره. كابتن بس عشان ترفع الصوت، ارجع شوي كابتن عشان الكاميرا. طب بس ترفع الصوت شوي كابتن. يعني اليوم انت، معلش، اليوم انت في الدقائق الاخيره يعني انقذت الهلال من هدف محقق، ومعروف انت يا كابتن ياسين وقت الحاجه ياسين بونو موجود. الحمد لله. يعني المباراه ماشي سهله، الحارس ديما تيدير العمل ديالو. يعني بعض المرات كتخرج بحال الماتش اليوم، وبعض المرات ما كتخرجش بنفس الطريقه، ولكن الكره القدميه. انت لعبت 11 مباراه كابتن امام ريال مدريد، ايش الاصعب وايش الاحلى؟ اصعب حاجه ريال مدريد هي ملي كيمشي لك التركيز غير ثانيه واحده فقط تقدر يسجل في هدف، وهادشي اللي صعيب حيت عندهم لاعبين كبار. لكن اليوم الفريق صراحه كان مركز. طيب كابتن، خليني اسالك، يعني سمعتوا اكيد قبل ما تبدا البطوله الهلال ظروفه صعبه، ما في تعاقدات، مدرب جديد، الهلال ممكن يعني يخسر نتيجه كبيره. لا، اليوم الهلال اثبت انه الكره السعوديه لا في القمه. وهذه المجموعه ديال اللاعبين هي اللي يعني فاز بها الالقاب اللي فاز بها السنه الماضيه. يعني نفس اللاعيبه كما شتي. فالموسم رغم انه ما كانش سهل، كان عندنا اصابات، ما كانش الامور كما يعني. ولكن الفريق اليوم بين بان يعني نادي الهلال عنده ثقه. طب اخر شيء كابتن، الافضل لك كفريق انك تلعب اول مباراه مع اقوى فريق في المجموعه، او لا انه يعني يشكل ضغط عليك؟ وهي صراحه ديما كيكون اصعب، لان لا هزمتي كتولي تدخل في المنافسه بخساره، ولكن الحمد لله ما انهزمنا. مبروك كابتن، يعطيك العافيه. ابو بدر، هذا كان راي الحارس ياسين بونو النجم، اكيد نجم مباراه اليوم. نرجع لك، بس يكون معنا سالم. ناخذ معنا سالم الان، نجم الكابتن الفريق. مبروك. يعني كابتن سالم، اول شيء نقول لك مباراه ولا احلى. الهلال صراحه اليوم يعني ابدع، يعني سكت الكل، فريق يرفع الراس. السلام عليكم جميعا. الحمد لله رب العالمين. ما هو هذا طموحنا، كان صراحه كان طموحنا 3 نقاط، لكن قدمنا مباراه كويسه وجينا هنا لاجل المشاركه. جينا هنا
من المملكه العربيه السعوديه باذن الله ان نشرف المملكه العربيه السعوديه. طيب سالم، انا عارف انت يعني كابتن في المنتخب وكابتن في الهلال، اكيد تسمعون بعض الكلام انه لا الهلال ما راح يحقق شيء، ما في تعاقدات، ما في شيء، اول مباراه مع الريال مدريد اكيد راح يكون نتيجه كبيره، انتم كلاعبين كيف تعاملتوا مع الكلام ده؟ بالعكس اللي برا الملعب هذا الشغل الثاني، احنا شغلنا داخل الملعب ما نسمع اللي يصير برا الملعب. زي ما شفت اليوم الحمد لله كنا متشاتفين مع بعض، هدفنا واضح جدا ان شاء الله باذن واحد نتاهل في هذه البطوله، من بعدها ان شاء الله بعد التاهل نحكي في الجايه. طموحكم في البطوله كابتن بعدين اجتزتوا اقوى فريق بالتعادل. هذا هو الكلام اللي الحين طموحنا نتاهل وبعد التاهل ناخذها خطوه بخطوه، ما نقدر نسبق الاحداث. طيب كيف شفتوا الجمهور الهلال؟ التفاعل في الجمهور، وجود الجمهور معكم، تحيه الجمهور؟ بالعكس هذه مثل هذه المباريات اللاعب الكبير اللي يبرز ويلعب في هذه مثل الاجواء، صحيح ان الجو ما كان مناسب ولكن الحمد لله رب العالمين اثبتنا للجميع ان الكره السعوديه ما زالت يعني عندها الامكانيات والكواليتي العالي، والحمد لله اليوم قدمنا مباراه كبيره وكلنا كنا على قلب واحد وهدف واحد. طيب سالم، انت لعبت قدام المنتخب الارجنتيني وسجلت هدف وبدعت، واليوم لعبت قدام ريال مدريد، مين اصعب كانت مباراه الارجنتين بصراحه، مباراه الارجنتين ولا المباراه هذه امام ريال مدريد؟ لا شك كلهم مباريات مختلفه، هنا مع النادي وهناك مع المنتخب، لا شك انها كلها مختلفه زي ما قلت لك، لكن في الاولى والاخيره هدفنا كان واضح كل المباريات والله كانت صعبه صراحه كلها صعبه، لكن كل واحده لها اجواءها يعني. طيب اخر سؤال شخصي كابتن سالم، وانا دائما اعرف انه انت رايك يعني واجهت بعض الانتقادات كثيره، والان انت جالس تثبت في كل مباراه انه سالم النجم الاول في الكره السعوديه، كيف تتعامل مع الانتقادات الناس اللي تطالبك يعني ايش كيف تتعامل؟ بالعكس انا مو قاعد اثبت لاحد. حلو. لو قاعد اثبت لاحد انا ما راح العب كويس. كم ما كملت ابدا، انا الحمد لله اعرف امكانياتي واثق في نفسي واعرف اللي يتكلم ممكن يستنقص يوصل حاجه، لكن الحمد لله انا لا اسمع لا تتكلم ابدا. الحمد لله انا شغلي واضح داخل الملعب، زي ما كل مباراه ادي عملي من شيء في الاول والاخير. اهم شيء النادي الهلال اللي يعني قد الثقه فيه، والحمد لله اني اقدر اعطي كل ما عندي لاجل نادي الهلال. وانا متاكد انه انت النجم الاول في الكره السعوديه. يا بعد فاتح يا بعد قلبي يعطيك العافيه. اذا لا اسمع ابو بدر، لا ارى، لا اتكلم، هذا لسان لاعبين الهلال. احنا جايين للابداع، جايين للتاهل، جايين اصلا عشان نثبت ان الكره السعوديه في الامام، وما راح نكتفي بدوري المجموعات، راح نتاهل ايضا لدور 16 ومن بعدها ان شاء الله دور الثمانيه. ناخذ كولوبالي. I say what you want to say the match between Hilal and Real Madrid today? Amazing game against the next team. We wanted to show a lot of good things. Alhamdulillah, we did the right game. We could win the game, but we can be happy with the draw because at the end was very difficult and Bono saved us. But alhamdulillah, we did a good game with the problem with the coach and everything, so I can be happy with it. Sometimes some fans, some news, Hilal, new coach, no new player. What you think now? It's good because we know everybody, so it's a good thing, you know. And we can help each other. You know everybody. We have good players. We remember, I think, that this team win all the titles 2 years ago. So we have quality. We have to keep on keep on believing. We know that the season was not the season we wanted. But alhamdulillah, we continue to work. I think today we make a great game, but we want to make a better game next game. But today you played at 3 o'clock afternoon. Hard time? Yeah, very hard. It looked like I was playing in the Africa Cup. But alhamdulillah is good because we show a lot of good things. We play very good. Salim make a good game in front of Marcus, Sergi. I'm happy of them, and we will continue because even Hassan make a great game. So all the team make a good game, so we can be happy. Thank you. طبعا ناخذ حسان لو في وقت. حسان ناخذ. طيب خلاص اوكي. طيب طبعا الكابتن كولوبالي قال انه احنا بالعكس لما نكون متواجدين لاعبين من اول متعودين على بعض. اليوم قدمنا مباراه جميله، كابتن سالم قدم مباراه جميله، حسان تبختي قدم مباراه جميله، الاجواء كانت صعبه ولكن الحمد لله اخذ النتيجه الاهم وهي التعادل، وان شاء الله القادم افضل. نرجع لك ابو بدر في الاستديو. شكرا زميلنا وليد الخضير. الهلال وريال مدريد في افتتاحيه المجموعه الثامنه لكأس العالم للأندية. 1-1. فالفيردي وبونو يتصدى ياسين. يا إلهي، ديما بونو والله ديما بونو، والله على مدار كأس العالم عبر التاريخ ديما بونو. عندك حارس كلب، عندك حارس. طبعا كل الشكر والتقدير لموسم الرياض الذي كان حريصا
على أن يشاهد الجمهور السعودي، يشاهد ممثل المملكة العربية السعودية في هذه البطولة. تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية، والذي يعتبر موسم الرياض أحد أنشطتها، غرد اليوم موسم الرياض، كان حريصا أن الجمهور السعودي يشوف ممثل الوطن بسهولة. وقال أيضا لجماهير الهلال ممثل الوطن في كأس العالم للأندية، تم الاتفاق مع دازن وموسم الرياض وهيئة الترفيه على نقل مباريات الهلال في كأس العالم للأندية حصريا على قنوات MBC ضمن اتفاقية رعاية كبيرة مع شركائنا الاستراتيجيين مجانا للجمهور السعودي الكريم. كل الشكر لأبو ناصر معالي المستشار. خلينا نشوف زميلنا وليد الخضير مع حسان تنبكتي. يعطيك العافيه وبدر، معي اكيد نجم من نجوم المباراه حسان تنبكتي. حسان، يعني اليوم الهلال 10/10. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المباراه ما كانت سهله، كانت صعبه، خاصه صعبه على الفريقين. مدريد فريق كبير وايضا فريق كبير، الجو كان حار مره، بس كان علينا وعليهم. الحمد لله ان شاء الله قادم افضل. اتوقع مين ساعد الجو اكثر، يعني الهلال انتم ولا ريال مدريد؟ والله الجو كان ضدنا كلنا، كان حار جدا، بس الحمد لله ان شاء الله قادم افضل. طيب يعني اليوم اثبتوا ان الهلال، يعني والهلال طول عمره فريق كبير، بس اثبتوا ان الهلال يقدر على الاقل يقارع الكبار، لا ريال مدريد ولا غيره يقدر ينتصر على الهلال لو اراد اللاعبين. طبعا نسمع قلت الهلال فريق كبير يقدر ينافس اي فريق في العالم، دعواتهم لنا الجاي ان شاء الله، ان شاء الله قادم افضل ان شاء الله. طيب يعني التناغم بينك وبين كولوبالي كيف شايفه؟ والله كلنا متناغمين، كل المجموعه متناغمين، كلنا على يد واحده قلب واحد، ان شاء الله ربي يوفقنا في الحال. طيب معروف انه لاعبين ريال مدريد يدخلون من العمق والتسديد، هذا كيف انتم قدرتوا توقفوهم على الاقل ما قدروا يسجلون له هدف واحد؟ هذه تعليمات المدرب، اعطانا تعليمات، اعطانا ايجابيات تدريب، اعطانا سلبيات، الحمد لله قدرنا نطبق بعض منهم، ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. كلمه تقول جمهور الهلال على خير. دعواتهم لنا في القادم ان شاء الله نفرحهم اكثر. يعطيك العافيه، شكرا جزيلا، يعطيك العافيه. ابو بدر، هذا راي حسان تنبكتي وكل لاعبين الهلال، انه اللي سويناه اليوم ولا شيء، القادم افضل، يعني بالتواجد بالروح العاليه بين اللاعبين والاصرار، الهلال راح يوصل لاكثر من كذا، وان شاء الله الهلال معاه نوصل دور 16 دور 8 ان شاء الله. شكرا لك وليد الخضير، يعطيك العافيه. حياكم الله من جديد. الهلال السعودي وريال مدريد الاسباني تعادل ايجابي هدف لمثله في افتتاحيه المجموعه الثامنه لبطوله كاس العالم للانديه، والمقامه حاليا في الولايات المتحده الامريكيه. نشوف ترتيب المجموعه بعد نهايه مباراه اليوم. ريال مدريد، الهلال السعودي، سالزبورغ النمساوي، وباتشوكا المكسيكي. المباريات اليوم طبعا راح يكون في لقاء لسالزبورغ مع باتشوكا المكسيكي في وقت لاحق. المباريات القادمة للهلال يوم الخميس، لا عفوا ايوه يوم الاثنين، الهلال راح يلعب مع سالزبورغ النمساوي الساعة 1 صباحا بتوقيت الرياض، وباتشوكا المكسيكي مع الهلال السعودي يوم الجمعة 27 يونيو في 4 صباحا أيضا بتوقيت الرياض. كابتن نور الدين ذكري، من أفلت ممن؟ التعادل شيء عادل في هذه المباراة. الهلال قدم نفسه بصورة جيدة جدا، ومثل المملكة العربية السعودية والكرة السعودية تمثيل أحسن تمثيل، وهذا الذي نحن كنا ننتظر. يعني مبروك، نقول مبروك لكل القائمين على تطوير الكرة في المملكة العربية السعودية، على رأسهم القيادة الرشيدة التي وفرت كل الإمكانيات من أجل أن يكون هذا الدوري من أحسن 5 دوريات في العالم. أنا عندما كنت أقول أن الدوري السعودي أقوى من بعض المنافسات الخارجية، فأنا أتكلم فنيا، هو فعلا أقوى. واليوم الهلال، وليس يغيب على هذا النادي الكبير، هذا موالف دائما يمثلنا جيدا خارجيا، وليس بغريب عليه يعني. وأنا نقول مبروك مرة أخرى للمملكة العربية السعودية والرياضة في المملكة العربية السعودية على هذا الإنجاز وعلى هذا الشيء الجميل. يعني تعادل مع ريال مدريد، وأنا في اعتقادي أننا نستطيع الذهاب بعيد بهذا الفريق هذا وبهذا المستوى هذا، لأن دورنا قوي وفيه احتكاك كبير وفيه منافسة شرسة وكبيرة،
وبالتالي هذا الظهور اعتقد انه ظهور جيد بغض النظر عن تحليل المباراه من الجوانب الفنيه، فهذه نتيجه عظيمه ونتيجه كبيره جدا. هل هذه النتيجه راح تنعكس على ثقه لاعبي الهلال في مبارياتهم القادمه في البطوله؟ لا اعتقد في مدرب محنك، في مدرب يعرف جيدا يتعامل مع مثل هذه المباريات. لاعبين الهلال يعرفوا جيدا، مولفين يشاركوا في مثل هذه التظاهرات، يعرفوا جيدا كيف يتعاملون مع هذا. خليني نقول لك نتيجة اليوم جاوبت بعض، أنا أعيش في أوروبا وأسمع بعض الأقاويل من بعض الصحفيين الرياضيين ومن بعض الناس اللي تتكلم على الكرة أنها في الكرة العربية والكرة السعودية أفسدت شوية الكرة في أوروبا وكذا، وكان يعني بعض الانتقادات وبعض الاشياء. اعتقد اليوم الرد كان في الملعب والرد كان في المستطيل الاخضر، وهذا الشيء الجميل اللي انا جد سعيد بهذا الشيء هذا. نعم. كابتن ابراهيم العقري. ألف مبروك يا أبو بدر. حقيقة اليوم محترفي فريق الهلال الأجانب أثبتوا أن الاحتراف في الدوري السعودي ليس فقط للمال، وهذا ما حدث في مباراة اليوم. كانوا واقفين أمام ريال مدريد بشكل قوي. المباراة كانت أفضل لو كان للهلال دكة بدلاء. أعتقد أنه إنزاغي أدار هذه المباراة بشكل احترافي مع أنه لا يملك دكة، وشاهدنا أنه التغييرات أصبح الهلال ليس كالهلال في البداية. إجمالا يا أبو بدر نأخذها كنقاط ونتكلم عن النقاط الأساسية في المباراة. تميز الهلال في توزيع الجهد، مباراة صعبة والطقس السيء على الفريقين، ليس على ريال مدريد فقط. لاعبي الهلال عانوا معاناة كبيرة من الطقس السيء، لذلك توزيع الجهد والوقوف 90 دقيقة في مباراة مثل هذه لها مفاصل ولها تغيرات ولها تقلبات، يجب أن تكون أنت حاضر في كل مباراة، وهذا ما حدث. وشاهدنا الهلال في آخر الدقائق يهدد مرمى ريال مدريد. إذا أنت تقف في المباراة بشكل احترافي. التمريرات الخاطئة أكبر مشاكل الهلال في مباراة اليوم، ضاعت علينا فرص وأيضا تسببت في فرص لفريق ريال مدريد. هذه النقطة مهمة جدا، مدرب قادر على أنه إن شاء الله يعوضها في القادم. أيضا نقطة مهمة جدا، الذين كانوا يتكلمون عن بعض لاعبي الهلال، وتكلمنا هنا يا أبو بدر في برنامج وقلنا أنه لاعب الهلال سيكون شكلهم مختلف، سيعودون إلى ضبط المصنع. كوليبالي كثير كانوا يقولون كوليبالي، اليوم شفنا كوليبالي قدم مباراة كبيرة جدا، نيفيز، سافيتش، الجميع حقيقة. وأنا استبشرت بناصر الدوسري اللي قدم اليوم نجم كبير للكرة السعودية. وأيضا نتكلم عن نقطة مهمة جدا يا أبو بدر، أنا من وجهة نظري شاهدت الهلال مع إنزاغي أفضل من الإنتر مع إنزاغي. الهلال اليوم أمام ريال مدريد لم يكن كالإنتر في مباريات الشامبيون، لا فريق مدافع. الهلال تقاسم المباراة مع ريال مدريد. الشوط الأول كان للهلال بقوة وأضاع الهلال فرص. الشوط الثاني طبيعي جدا أن تعود لتحافظ على طاقتك ولياقتك. مبروك للكرة السعودية، وبإذن الله هذه المباراة تكون انطلاقة الهلال في هذه البطولة. نروح لفاصل قصير ونعود، خليكم معنا. حياكم الله من جديد. 1-1 نتيجة الهلال وريال مدريد الأسباني في كأس العالم للأندية. عماد السالمي. السؤال اللي يسأل المشاهد، شو اللي اختلف في الهلال؟ ما هي نفس الطريقة ونفس، ايش اللي اختلف؟ اللي اختلف مدرب أدارهم في أمرين، واحد أدار لياقتهم البدنية، اثنين الافتكاك، كله يفتك مباشرة. تغيير الهلال لأسلوبه في الشوط الثاني، تصعيد الخطوط من ريال مدريد أعطاها الأفضلية حقيقة في الشوط الثاني. ياسين بونو وإنقاذ مشكلة خروج كانسيلو ولودي، يروح مباشرة. أسلوب الهلال في الشوط الثاني كان الضغط، مو بس الضغط زي خيسوس، تضغط وتفتك، وإذا ما افتكيت تسوي فاول، كورتك ما تروح مثل ما تشاهد. هذا الشيء استفز ريال مدريد. أنا ماني عارف أطلع كورتي. شوف كله يفكر كيف بنطلع كورتنا، كيف إحنا ريال مدريد، كيف بنلعب، كيف هذا الفريق يجيني بالخمسة وبالستة. شوف سالم، افتكاك، اروح ملعبك اسوي الضغط وافتك، مو اتفرج، افتك. شاهدتها كثير صارت مثل ما تشاهد، الكل يروح لاجل اما افتك او اسوي فاول. هذا الوقت الدقيقه 83 يبين لك انه الهلال نادي كبير، حتى والدقيقه 83 وهو يسوي الضغط العالي. تصعيد الخطوط من ريال مدريد اعطاه الافضليه في الشوط الثاني، فعلا مثل ما تشاهد صعدوا الخطوط، راحوا للبلان سي، بلينغهام وفالفردي وتواجدهم في كل الزيادات العدديه سوت مشاكل بسيطه للهلال، ووصل ريال مدريد بشكل كبير. الدليل حتى يوم شاف الكره تروح نزل مودريتش يوقف على كورته. اخيرا ياسين بونو وانقاذ مشكله خروج كانسيلو لودي. قلت لك بين الشوطين اشك انه كانسيلو يبقى،
اشك انه الودي يبقى واضحه قدامنا، ما يقدرون بدنيا، طلعوا صار اللي صار، قلت الجوده في الهجوم، قلت القرار. هنا محمد قحطاني قرار، كرة القدم تفاصيل، قرار كان ممكن يسجل منه ريال مدريد وكل فرحتنا هذه تروح هباء منثورا لولا انقاذ عالي من ياسين بونو. اهني اللاعبين واهني انزاجي على عمله. الحصص التدريبيه لانزاجي كانت عباره عن افتكاك من جميع اللاعبين. دكتور سلطان دحين، لقاء مشرف، مستوى ونتيجة، لقاء مشرف، وهو أجمل رسالة يقدمها نجوم الهلال عن مشروعه الرياضي للعالم. شفنا كيف الهلال واجه ند ريال مدريد، الأغلب كان يقول لك ريال مدريد ما هو في مستواه، بل إنصافا للهلال إن الهلال في هذه المباراة أفضل من ريال مدريد على مستوى الخطورة وحتى على مستوى الصناعة. أكثر من نقطة، أولها بتكلم عن إنزاجي اللي بصراحة صنع يعني تحول كبير في طريقة الهلال وأسلوبه، وتكلم عن نجاحه في اختيار التشكيل والأسلوب. النقطة الثانية الاعتماد على اللعب المباشر هجوميا، وهي من صنعت خطورة أكثر للهلال. تقارب الخطوط وسرعة المساندة الدفاعية، 4 سافيتش ونيفيس، وإدارة اللقاء بشكل جيد. أخطاء فردية أحبطت تفوق الهلال. بداية إنزاجي كيف اختار الأسلوب؟ الأغلب توقع أن يلعب بثلاثي، لا، هو بالتأكيد 5 تمارين مع كامل المجموعة اختار نفس الطريقة والأسلوب اللي انتهجها الفريق الهلالي من سنوات ونجح فيها. نجح فيها أول شيء في الزج بالأفضل، واتكلم عن حسان أفضل لاعبي الهلال دفاعيا، أكثر لاعبي الهلال قطع الكرة، ومواجهات فردية ناجحة ل3 مرات، وحتى كرات علوية ناجحة لمرتين 100%. نتكلم كذلك حتى على الاعتماد على اللعب المباشر، يعرف ان ريال مدريد لما يكون في ملعبك حيصنع خطوره عليك للامكانات الفرديه. شوف من بدايه المباراه كره طوليه، 34 كره طوليه للهلال، 24 منها للحارس بونو. فتتكلم عن طريقه واسلوب واضح انه تدرب عليها الهلال، واضح انه صنع الزياده في ملعب ريال مدريد. اول شيء تصنع خطوره قريبه على ملعب ريال مدريد، وتمنع الخطوره عليك وتكون بعيده الخطوره عن ملعبك بتراجع خطوط ريال مدريد. النقطه الثالثه تقارب الخطوط وسرعه المسانده الدفاعيه في كل مراحل اللعب. لما تقطع الكره من الهلال تشوف كل خطوط الهلال متقاربه ببلوك واحد من اول مدافع. ضربة الجزاء شفنا كيف اخطا فيها خطا ساجد من القحطاني وانقذها بونو اللي هو نجم اللقاء الاول. شكرا لك دكتور سلطان. كابتن سمير عثمان سريعا، ايش الحاله الابرز كانت؟ الحالة الأبرز طبعا ركلة الجزاء اللي تم احتسابها على الهلال في الشوط الثاني، ركلة جزاء سليم. وهنا شفنا بعض التعديلات في قانون كرة القدم، هو ما حسبش ركلة جزاء بس خدها منين؟ من حكم الفي ار. الاتحاد الدولي قال لك لازم يبقى في شفافية، طالما ان الحكم احتسبت ركلة جزاء عن طريق الفار يطلع يشوفها وهو داخل، اول حاجة يشير ان القرار جه عن طريق شاشة الفار زي ما عمل. وكمان حاجة جديدة بقى، لازم يشرح هو حسب القرار ليه، وراح شرح قال رقم 15 فريق الهلال عمل خطأ وبالتالي ركلة جزاء سليمة 100%. وما نشوف ركلة جزاء هتلاقي مساعد الحكم بقى في البطولة دي بيقف في مكان جديد. احنا متعودين في ركلات الجزاء مساعد الحكم يقف على خط المرمى، لا، هنا مساعد الحكم بقى شايف هنا مش واقف على خط المرمى، واقف فين؟ على خط التماس ويكون موازي للكرة. دي من ضمن التعديلات والتوصيات اللي بتتلعب هنا في البطولة، عشان هي طبعا في تقنية عالية جدا. وحكم المباراة كان نجم المباراة زي ما كان نجم في الشوط الأول. ومبروك للمستوى الكرة السعودية بصراحة. احنا واحنا بنتفرج نسينا ان الهلال بيلاعب ريال مدريد. يعني شجعت الهلال اليوم صح؟ ايوه ولا لا؟ لا تفكر. طبعا. والله العظيم شجعت الهلال النهارده جامد كمان. طيب شكرا. ده وطن عربي يعني عمل ماتش حلو. ماشي بس شجعت الهلال اليوم. النهارده شجعت الهلال عشان بيمثل كل السعوديه. معليش مش مهم التفاصيل الباقيه، خلينا بس بالنقطه. شكرا لك كابتن سمير عثمان. شكرا عماد السالمي. شكرا لك. شكرا دكتور سلطان، نورتنا. كابتن ابراهيم العنقري يعطيك الف عافيه. استاذ كابتن نور الدين بن الله يعافيك. اثبت الله يبارك فيك ابو بدر اثبت بيريز رئيس ريال مدريد أنه خبير كرة قدم عندما قال لم أتمنى الهلال في البداية. شكرا لك وشكرا لكابتن نور الدين زكري. غدا إن شاء الله موعدنا 11 مساء راح نكون على موعدنا مع أكشن مع وليد. تمسوا على خير.